السلام عليكم. حادث مأساوي حصل في مدرسة خاصة في شبين القناطر. مدير المدرسة اتحرش بيه طالبة من طلابه جوه المدرسة. تخيل، مدير المدرسة هو اللي اتحرش بالطالبة اللي في أولى ثانوي اللي عندها 15 سنة. المدير بعد ما خلص الطابور الصباحي قال للطالبة دي استنيني أنا عاوزك، فالبنت استنته عادي بحسن نية، المدير محتاجها في حاجة. فلما المدير راح لها استدرجها لمصلى المدرسة. المصلى ده زي أوضة صغيرة كده بتبقى بديل للمسجد، اللي محتاج يصلي يلاقي مكان يصلي فيه. بس للأسف المصلى ده ما بيبقاش فيه كاميرات مراقبة. فاستدرج البنت ودخلها معاه المصلى وعرض عليها تليفون وخاتم ذهب وقال لها انا هطلعك الاولى على المدرسه، بس وافقي ان انا المس اجزاء من جسمك. البنت اترعبت، البنت اتصدمت، البنت خافت. بقى المدير اللي عنده 58 سنه اللي في مقام ابوها اللي هو المفروض كان يحميها وجوه المدرسة هو اللي بيتحرش بيها. البنت ضربت المدير وطلعت تجري واتصلت على أخوها وحكت له كل اللي حصل. أخوها بسرعة اتصل على الشرطة وخدوا الشرطة وراحوا المدرسة. الشرطة قبضت على المدير. الغريبة بقى أن المدير اعترف بكل سهولة، اعترف بجريمته. ولما الشرطة أخدت تليفونه وفتشته لقت صور ومقاطع فيديوهات والمدير ده بيتحرش بطلاب تانيين. طبعا تم استبعاد المدير من منصبه وعينوا مدير تاني للمدرسة. بس أنا عايزة أفهم نقطة، إزاي واحد زي ده بأخلاقه دي يوصل إن هو يبقى مدير مدرسة ومدرسة خاصة؟ يعني ولي الأمر دافع فلوس علشان يلاقي جودة تعليم أكتر من التعليم الحكومي. إزاي يبقى واحد زي ده وصل للمنصب ده؟ فحاجة غريبة. طبعا أنا بحكي لكم علشان كل أم وكل أب ياخد باله من عياله. طبعا إحنا مش هنبقى معاهم في كل مكان بيروحوه، ده المدرسة اللي هي الأمان. إن أنا أول ما بحس إن بنتي دخلت من بوابة المدرسة بروح أرتاح، بشوف ورايا إيه بعمله، بيبقى بالي مرتاح من ناحية بنتي. فكون إن جوه المدرسة يحصل الحادث البشع ده مؤشر سيء جدا على المجتمع اللي احنا فيه. فاحنا ما علينا غير ان احنا نوعي بناتنا ونوعي ولادنا. يعني الطالبة دي بنت عندها وعي انها اتصلت على اخوها وحكت له. احنا عايزين نوعي بناتنا ونوعي ولادنا، الولاد كمان، ان هو لازم يحافظ على نفسه. واي حد يلمس اي جزء من اجزاء جسمه لازم يدافع عن نفسه ويجي يحكي لنا، يحكي لابوه ولامه، ما يتكسفش من حاجه، مش خزي مش عار، يجي يحكي واحنا نجيب له حقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.